التعامل مع الآخرين يا فندم ازاي ممكن زي ما قلت نعمل له حدود، التعامل مع الآخرين في أي مجال، أنا بتكلم بشكل عام، مع أصدقاء العمل، مع أصدقاء عموما، مع أصدقاء مواقع التواصل الاجتماعي. ربما يكون في صداقة بعيدة جدا من في مواقع، أنا عليا أصدقاء بعاد جدا من 5 سنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما ما شفتهمش على الطبيعة، لكن خلاص عارفاهم وعارفة شخصياتهم من بوستاتهم، من الأكاونتس بتاعتهم. فازاي برضو أبقى أتعامل مع الآخرين وأتواصل معهم بشكل يرضيني ويرضيهم وما يبقاش فيه اقتحام للطرفين؟ زي ما حضرتك قلتي ان انا بتعامل مع الشخص ومع الوقت ببتدي اكتشف، يعني صح. حاجه كمان ان انا اكون حاطط الحدود من الاول وغيري بيبتدي يحترمها. كمان حاجه ان انا لما بكون واضح من الاول ان ممكن الناس تتضايق مني، يعني لو انا حاطط حدود معينه، حد بيتكلم وعايز نقعد ندردش وانا مش بدردش مثلا، او مش هنقعد ندردش دلوقتي، انا مش فاضي او انت مش فاضيه، هو مش عاجبه اسلوبي بالظبط. فانا بوضح بمنتهى الذوق ان انا مثلا الوقت كذا كذا، ولو حضرتك عايزه حاجه معينه اقدر اخدمك فيها، ده رقمي، او ممكن قولي لي ايه المشكله، اكتبي لي المشكله وهرد عليها. فانا بحط حدود معينه وغيري بيحترمها. لو هو قدر ان هو يحترمها اوكي هنبقى اصدقاء، لو ما احترمهاش يبقى وجوده هيضرني. يعني صح. هو داخل حياتي يتطفل ويضايقني، طب انا هستفيد ايه من الشخص ده؟ وفي الاخر انا مش هقدر افيده، لان هو ما قدرش يفهمني من الاول، ما قدرش يستوعب الحدود بتاعتي، فاكيد مش هقدر افيده. اكيد. علاقتي ممكن اعرف ناس من دول تانية وعلى صداقات اكتر من ناس اعرفهم هنا بصوره شخصيه، بس فعلى حسب الحاجه بستخدمها ازاي. هل موقع التواصل هو وسيله لاثراء مثلا العلاقات او لشغل او ان انت تنشري رساله معينه للناس، ولا مجرد شات ودردشه وكمان المشكله ان في معلومات كتير غلط، يعني بتلاقي اي حاجه الناس بتعمل شير من غير ما تحقق من صحتها. طب انت او انت بتكتبوا الكلام ده بناء على ايه، او ايه المرجع، او ايه اللينك بتاع الحاجه المصدر. مع